اهلا بيكم، انا يزيد وانت دلوقتي على قناة مايند شيفت. حبيت اشارك معاكم اول اسبوع ليا في السنة الدراسية الجديدة، الاسبوع اللي دايما كله لخبطة بس في نفس الوقت مليان طاقة وبدايات. اول يوم في الاسبوع بدأ من صلاة العصر، نزلت صليت في الجامع وبعدها رجعت البيت وقلت اوثق اللحظة دي وصورت الأوضة والمكتب والفيو بتاع البلكونة كمان. وبعد كده قعدت ارتب الدروس، ايه اللي هاخده اونلاين وايه اللي هاخده سنتر. فقررت ابدا عربي اونلاين مع مستر محمد صلاح، كمان هشترك في منصه مستر لطفي زهران بالرياضه. اما بالنسبه للكيمياء والفيزياء والانجليش هنزل سنتر. وبعد كده بدات اظبط الكورسات التاسيسيه في كل ماده عشان اظبط الدنيا قبل ما ابدا في المنهج. وده كده اول يوم. اليوم التاني كان مختلف حبتين، صورت فيديو جديد للقناه وقررت ابدا امنتجه على مدار الاسبوع. وبعدها اشتركت مع مستر لطفي زهران في الرياضه وسمعت اول 4 محاضرات تاسيس. بعد كده حبيت اغير المود واطلع على السلم واذاكر فوق، وكنت بذاكر ساعتها المحاضره التاسيسيه في النحو. تالت يوم دخلت على الرياضه، سمعت اول درسين وذاكرتهم عشان انا بدات متاخر باسبوع وفاتتني محاضرتين كنت لازم اعوضهم. اما اليوم الرابع فكان كله مونتاج، قعدت على الكمبيوتر بالساعات لحد ما خلصت الفيديو اللي انا صورته. واليوم الخامس ده يوم الانجاز الكبير، نزلت الفيديو على القناه وبعدها قلت خلاص اخد بقيه اليوم اجازه. وده كان اول اسبوع ليا في السنه الدراسيه، اسبوع خفيف مش مليان حاجات كتير بس كله بدايه، وانا شايف ان البدايه اهم حاجه حتى لو صغيره. قولوا لي بقى ايه اخبار اول اسبوع معاكم. بس كده، تشوفوا اللايك والسبسكرايب. سلام.